السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أسد وفيل عايشين مع بعض، وبيعملوا كل يوم عرض في سيرك كبير. الأسد كل يوم يعمل فقرته في السيرك ببراعة، وكان يحبه الصغير والكبير. بينط الأسد كمان مسافات كبيرة، ويعدي بين الحلقات ويقف على إيده. وكان كل الجمهور معجب بالأسد جدا، ومنبهر برشاقته وبقوة إيده ورجليه. أما الفيل ففقرته كان بيدخل يقف على رجل واحدة وعلى المدرب يسلم، وكل الحاضرين ينبهروا ويقولوا إزاي الفيل الضخم ده للحركات دي بيتعلم. بس الفيل كان متضايق، شايف إن الجمهور بيحب الأسد ويسقف له أكتر منه. فكر ممكن يعمل إيه عشان يوقف فقرة الأسد وياخد تسقيف الجمهور كله ليه لوحده. وفي يوم مدرب السيرك دخل عندهم عشان يحط لكل واحد منهم أكله. وقتها اتسحب الفيل وجر أكل الأسد برا السيرك، ومحدش كان واخد باله. وكرر نفس الحركة كتير، وافتكر الأسد إن المدرب ما بقاش يحبه خلاص ونسيه. وزعل الأسد وتعب من قلة الأكل، وما بقاش يقدر يقف زي الأول على إيده. وفي يوم العرض طلب المدرب من الأسد ينط من بين الحلقات، لكنه ما قدرش. والجمهور اللي كان بيسقف للأسد وبيحضر كل فقراته بقى خلاص ما بيحضرش. ولما تكرر الحال ده كتير، قرر المدرب انه خلاص هيدخل الفيل يعمل فقرة الأسد. لما سمع الفيل كلام المدرب كان فرحان انه هيكون هو البطل مش اي حد. وفي وقت العرض دخل الفيل الضخم للصالة كالعادة من اكبر باب، وخلص الفيل فقرته وبدأ يجهز عشان يعمل فقرة الأسد اللي غاب. بس لما المدرب قاله ينط من بين الحلقات، اتحشرت الحلقة في راسه الضخمة. ولما جه ينط عشان يمسك العقلة زي الأسد ما كان بيعمل، وقعت من تقله العقلة. واتضايق الجمهور من العرض وما سقفش للفيل، وكمان قال رجعوا الأسد تاني. الفيل زعل من نفسه وحكى للأسد كل اللي عمله، وخطط ليه واعتذر له لأنه كان أناني. الأسد قبل اعتذاره وقال له إحنا الاتنين هدفنا في النهاية إننا نبسط الجمهور، وكل واحد وله طريقته. ما يفرقش مين يدخل من أضخم باب ومين ينط من فوق السور. الفيل قال للأسد عندك حق، إحنا الاتنين مهمين. وتصالح الفيل والأسد مع بعض، واتفقوا الاتنين يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يبقى العرض الجاي أفضل عرض. وفي اليوم التاني بدأ العرض، وكل واحد فيهم قام بدوره وشوية كمان زيادة. الفيل فضل واقف على رجل واحدة كتير، والأسد اتشعل على العقلة أطول من العادة. والجمهور اتبسط جدا من العرض، واتبسط من الفيل والأسد وسقف لهم، وكمان للمدربين. وبقى الفيل والأسد أصحاب، وعرف الفيل إن السيرك هينجح لو تعاونوا هما الاتنين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل. ما تنسوش يا أصحابي تعملوا لي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. وسامحوني ان انا بسجل بصوتي كده، بس انا فعلا ما قدرتش اتأخر عليكم اكتر من كده.
تصبحوا على خير.